الموضوع كده، وكان بيمثل معايا، ففجاه اتحول بقى الشخصيه. اتخضيت منه وانا بمثل كده معاه المصري، قلت له ايه فراج ده في ايه؟ خرجت كده مش ده فراج اللي بنهزر معاه. دي محاكمه الدكتور سيف. محاكمه الدكتور سيف دي كانت سنه 2002 2003. طب جاي تقولي دلوقتي الكلام ده؟ لا ما انا هو كان وقتها هيكلمك ومش قادر يقول. طبعا اخويا. لا يعني فراج اللي هو الممثل المبهر اللي الناس بتشوفه ده، انا شفته وهو لسه اول حاجه كده واحنا صغيرين جدا في الجامعه، وفراج فجاه بيعمل دور واحد سايكو واحنا لسه صغيرين. فانا شفت فراج وعظمه فراج والتمثيل والكلام دوت من زمان الحمد لله. فكل الحاجات دي طيب انا كمان اتفرجت على الفيديو ده، والحقيقه برضو ان الفيديو ده استوقفني شويه كده لكذا سبب. اول سبب هو ان فعلا محمد سلام يا جماعه ممثل واثق من نفسه بطريقه رهيبه جدا. قد ايه ممثل شاطر، وقد ايه ممثل واثق من نفسه ان هو يقف ويتكلم عن صديق ليه، وانه يشوف انه قد ايه هو حد زي فراج ده ممثل عبقري، وان هو شايف ده من زمان، وان هو من اول ما كانوا مع بعض في مركز الابداع كان شايف انه فعلا فراج موهبه استثنائيه، وانه كان ما بيعملش كوميدي بس، لا ده هو بيعمل كوميدي وفي نفس الوقت يقدر يعمل ادوار جد. فاول حاجه استوقفتني في الفيديو هي مدى السلكان اللي عند محمد سلام، دي حاجه، ومدى ثقته في نفسه. نيجي بقى للحاجه التانية، انه فعلا تاكيدا على كلام محمد سلام، محمد فراج يا جماعه يعني خلينا نقول كده ان في ممثلين كتير بيتطوروا مع الوقت ومع الخبره ومع الادوار الكتير ومع التصوير الكتير وخبره اللوكيشن. كل الكلام ده بيديهم خبرة ان هم لو كانوا بادئين ممثلين محدودين او موهبتهم يعني محدودة يعني زي ما بيقولوا، فبعد كده بيتطوروا بيبقى ادائهم رهيب والدنيا بتمشي معاهم وبيوصلوا لمرحلة نضج فني رهيبة جدا. لكن العكس اللي حصل مع محمد فراج. محمد فراج من اول ما ظهر في اول مشهد ليه في مسلسل الجامعة سنة 2010، وكان مشهد درامي مش كوميدي خالص، هو ده المشهد اللي خلى مصر كلها تتكلم عن محمد فراج ويعرفوا مين هو محمد فراج. وبعد كده ابتدى يعمل بقى ادوار اللي هي الادوار المساعده مع كريم عبد العزيز ومع احمد عز ومع احمد السقا ومع احمد حلمي في الف مبروك، وابتدى يعمل ادوار مساعده لحد ما وصل بعد كده لمرحله ان هو يعمل ادوار بطوله. طبعا مش هتكلم بقى عن مرحله النضج الفني اللي وصل لها يعني محمد فراج بقى كمسلسلات مثلا عملها زي تحت السيطرة وأهو ده اللي صار ولعبة نيوتن طبعا مع منى زكي، ومؤخرا طبعا ورد وشوكولاتة، وكمان المسلسل اللي بيحضر له جديد اللي هيكون من وجهة نظري المفاجأة اللي هو عن القصة الكاملة، اللي كان نزل صورة دي كده من ضمن الكواليس بتاعت المسلسل. ففعلا محمد فراج موهبته يعني استثنائية من أول يوم. ولكن خلينا أقول برضو إن ده ما بيجيش من فراغ. محمد فراج قبل ما يظهر في مسلسل الجامعة في أول مشهد ليه كان بيعمل مسرح، سواء في مسرح الجامعة مسرح كتير جدا 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 جدا، وكان بيخش مسابقات كتير ليها علاقة بالمسرح وبيعمل مسرحيات كتير. وبعد كده حتى لما انضم المركز الإبداع مع المخرج الكبير خالد جلال، وكان بقى دفعة محمد سلام ومحمد فهيم وكل بقى الدفعة بتاعت ومحمد ممدوح وكل الدفعة بتاعتهم اللي هي عملوا بيها العرض بتاع قهوة سادة. فراج طبعا برضو كان من ضمن المتميزين جدا في عرض قهوة سادة. فإذا محمد فراج هو بدأ كبير، بس برضو البداية الكبيرة دي مش من فراغ، كان قبلها تحضير ومذاكرة كتير جدا ليه كممثل. فمحمد فراج موهبة استثنائية بكل الأشكال.